ذل بالموت رقاب الجبابرة، وأنهى بالموت آمال القياصرة، فنقلهم من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن ملاعبة الجواري والغلمان إلى مقاساة الدود والتراب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نزل الأمين جبريل على سيدنا محمد فقال له: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. لقد أكد القرآن العظيم حقيقة بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كغيره من البشر سوف يذوق الموت ويعاني من سكراته كما ذاقه من قبل إخوانه من الأنبياء والمرسلين. فقال جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وكما أخبرنا القرآن العظيم بموته أخبرنا هو كذلك. فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: يوم كان حجة الوداع وقد التفت الجموع والأفئدة من حوله، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وأخذ يودع الناس، ولهذا سميت بحجة الوداع. عباد الله، من الإشارات الدالة على موته صلى الله عليه وسلم فتح مكة وإقبال الناس على دين الله أفواجا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما سمعها عمر بن الخطاب قال: ما بعد التمام إلا النقصان. فلما نزل قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فقال الحبيب: يا جبريل
ما أرى إلا أنه قد نعيت إلي نفسي يا جبريل. هذه الآية وإن دلت فإنما تدل على انتهاء الأجل والعمر يا جبريل. فرد عليه جبريل وقال يا رسول الله وللآخرة خير لك من الأولى. فأخذ بعد عودته من حجة الوداع يرغب أصحابه بكثرة ملازمته والجلوس معه، حتى قال لهم يوما ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني فيه ثم لئن يراني أحب إليه من أهله وماله. فبكى الصحابة رضوان الله عليهم وبدأوا يستشعرون بأن حبيبهم بدأ يودعهم. ثم خرج النبي إلى قتلى أحد وصلى على الشهداء ودعا لهم كالمودع للأحياء والأموات. وفي جوف ليلة من الليالي الأخيرة في حياته أخرج مولاه أبا مويهبة وقال له يا أبا مويهبة إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي. فلما وقف بين أظهرهم قال السلام عليكم يا أهل القبور. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أولها آخرها. الآخرة شر من الأولى. ثم أقبل إلى أبي مويهبة وقال له يا أبا مويهبة إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي. فقال أبو مويهبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله خذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. فقال لا والله لقد اشتقت إلى لقاء ربي، لقد اشتقت إلى لقاء الله والجنة. ثم استغفر لأهل البقيع ثم انطلق بعد أن قال لهم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. صلوا على رسول الله. ودخل المسجد رسول الله وجمع الناس وقال أيها الناس إني بين أيديكم فرط لكم، أي سابق لكم إلى الله، وأنا عليكم شهيد. أيها الناس إن موعدكم الحوض، وإني والله لأنظر إليه من مقامي هذا. أيها الناس إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخشى عليكم الدنيا. ثم قال أيها الناس إن عبدا من عباد الله خيره الله أن يؤتيه من زغرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، فاختار ما عند مولاه. فبكى أبو بكر الصديق ووقف في المسجد وأشار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال فديناك بأرواحنا يا رسول الله. فضج المسلمون في المسجد وتعجبوا من صنيع الصديق، لماذا يرفع يداه ولماذا يقول ذلك؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن عبد خير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، إلا أن الصديق علم بأن هذا العبد المخير هو رسول الله، هو حبيب الله. فقاموا على أبي بكر فأشار إليهم رسول الله وقال أيها الناس، إن أمن الناس علي بصحبته وماله أبو بكر. أيها الناس، كلكم كان له علينا يدا فكافأناه بها إلا الصديق، فإننا تركنا مكافأته إلى الله. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى المنبر وهو معصيب الرأس يهاذي بين علي والفضل، تخط قدماه الأرض. صعد بأبي هو وأمي ليرد الحقوق ويعلن للبشرية جمعاء أن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقال أيها الناس، من ضربته؟ من أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، من ضربت له جسدا فهذا جسدي فليقتص منه اليوم، قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. فقام عكاشة بن محصن الأسدي أمام الناس قائلا وقال يا رسول الله، أما إنك قد طلبت القصاص فأنا أريد أن أقتص منك اليوم، وذلك أنك يوم كنت تسوي الصفوف يوم بدر طعنتني بعصا في يديك في خاصرتي وقد آلمتني، وأنت عرضت نفسك الآن للقصاص. قام علي رضي الله تعالى عنه وقال أنا في القصاص فداء له، فدا لك من يقصر عن فداك، فما شهم إذن إلا فداك. أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. فقال صلى الله عليه وسلم لا يا علي، بل يقتص مني، وأمر بالعصا التي كانت معه يوم بدر فأتي بها فرفعها عكاشة في يده واتجه نحو المنبر، وارتفع صوت البكاء في المسجد. فلما وصل عكاشة المنبر ألقى هذه العصا من يده ثم ضم الجسم الشريف وقال جسمي لجسمك فداء يا رسول الله. فضج المسلمون بالبكاء. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر ودخل بيت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فوجدها تشكو صداعا في رأسها وهي تقول ورأساه. فقال لها والله يا عائشة بل أنا ورأساه. ثم قال لها مداعبا لها وملاطفا لها على ما به من شدة الألم، وما ضرك يا عائش،
لو مت قبلي فقمت إليك وغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فقالت له وهي تداعبه ولم تكن تعلم بأن هذا المرض هو الذي سينقله إلى جوار ربه. قالت لكأني ولو قد فعلت، يعني مت فرجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. قالت فتبسم صلى الله عليه وسلم ثم ازداد به الوجع وبدأ يطوف على نسائه وهو يقول لهن أين أنا غدا، فاستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة فأذن له. وفي طريق عودته إلى عائشة لم تستطع رجلاه على أن تحملاه، فحمله سيدنا علي وحمله سيدنا العباس. قد اشتد به الألم واشتد به المرض، فحينما نظرت إليه عائشة وهو على هذا الحال بكت بكاء شديدا وقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فداك روحي يا رسول الله، فداك عمري يا رسول الله، فداك كلي يا رسول الله، ليته كان بي أنا يا رسول الله. فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها والله يا عائشة ورأساه. والمرض يزداد عليه يوما بعد يوم زيادة في التشريف والتكريم. ولما اشتدت الحمى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأقعدت رسول الله إلى الفراش قال صبوا علي الماء، فخرجوا فأتوا له ب7 قرب من الماء ووضعوا النبي في مخضب أي في طست، وأخذوا يصب الماء البارد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول صبوا علي الماء، إلى أن انتهوا من صب 7 قرب من الماء. فقال حسبكم حسبكم. وفي جوف ليلة من الليالي الأخيرة في حياته دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده السواك، فأخذته عائشة منه لعلمها أن حبيبها يحب السواك. تقول فلينت له بريقي صلى على رسول الله ثم أعطيته إياه، فأخذ يستاك ويضع يده في ركوة فيها ماء ويمسح على وجهه وهو يقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، فاللهم هون علي تلك السكرات. وحينما اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عائشة فأخذت السواك وأخذت أمتص ما بقي من السواك من ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا آخر عهدي بريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله. ثم بعد ذلك في اليوم الموعود في فجر يوم الاثنين الذي قبض فيه، وبينما المسلمون يصلون صلاة الفجر إذ انكشف الستار الذي هو على بيت عائشة، ورأى الصحابة حبيبهم رأوه متبسما وجهه كأنه خلقة القمر. قلت لا، كيف لا يبتسم وصفوف المسلمين متراصة متكاملة لصلاة الفجر؟
قلت ثم كيف لو رأى حبيب قلوبنا صلاة الفجر اليوم؟ نظر إلى أصحابه نظرة وداع أخيرة، كاد الصحابة يفتنون في صلاتهم، ظنوا أن حبيبهم قد شفي من المرض، وبينما المسلمون يصلون صلاة الفجر إذ برسول الله صلى الله عليه وسلم أحس بشيء من القوة والشجاعة فنادى وقال: يا علي، يا عباس. فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحملاه ودخل به المسجد، ففرح المسلمون ورفعوا أصواتهم بالحمد لله، ففهم الصديق أن هذا الفرح كله ليس إلا لخروج المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأراد الصديق أن يرجع إلى الوراء، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: اثبت يا صديق، اثبت يا أبا بكر. وصلى رسول الله مقتديا بأبي بكر، وهذا غاية التشريف والتكريم للصديق، أن يصلي به مقتديا به سيد الخلق محمد. وبعد أن فرغ من الصلاة قال: اصعدوني على المنبر، فصعد على أسفله ثم قال: أيها الناس، أيها الناس، بلغني أنكم تخافون من موت نبيكم، فهل خلد نبي من قبلي فأخلد فيكم؟ أيها الناس، ألا وإني لاحق بربي وأنتم لاحقون بي. أيها الناس، إن الله لا يعجل بعجلة أحد، فمن غالب الله غلبه، ومن خادع الله خدعه. ثم أوصى الأمة بالصلاة، فهي صلتها بربها وقرة عينها، فقال من على منبره: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فكيف هي صلاتنا اليوم؟ وهل عملنا بالوصية أم ضيعناها؟ ثم قال: أيها الناس، حياكم الله بالسلام، رزقكم الله، جبركم الله، أعزكم الله، آواكم الله، أحذركم الله. أيها الناس، أوصيكم بتقوى الله. ثم قال: أيها الناس، إذا أنا مت وغسلتموني وكفنتموني، فاتركوني على سريري ساعة لا يدخل علي فيها أحد، لأن أول من يصلي علي هو الله، ثم جبريل وميكائيل وإسرافيل، ثم ملك الموت، ثم بعد ذلك فليدخل علي رجال أهل بيتي، ثم نساء أهل بيتي، ثم أنتم فالأقرب فالأقرب، ولا تصلوا علي بإمام، لأن رسول الله هو سيد الأئمة. مات المصطفى صلى الله عليه وسلم، فذكر نفسك بهذه الحقيقة: الكل سيموت، ولا يبقى إلا صاحب العزة والجبروت. في نهاية هذه الكلمة أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة المتوفى، وعلى رأسهم الأستاذ عبد العظيم هيكل والأستاذ ياسر هيكل،
وأسأل الله جل وعلا أن يغفر للمتوفى. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النيران. اللهم شفع فيه الصلاة، شفع فيه الصيام، شفع فيه الزكاة، شفع فيه حبيبك المصطفى عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا، صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.